يا مساء الخير على كل اللي بيسمعونا، ورجعنا لكم في حلقة جديدة من بودكاست ورا كل حدوتة ماما ليلو. حلقات كتير فاتت وحكايات أكتر، ولسه بنفتح مشاكل كتيرة كل بيت بيمر بيها. مساء النور. النهاردة معانا حلقة مهمة جدا، موضوع بيتكرر في كل البيوت تقريبا، لكن مفيش حد بيتكلم عنه بصراحة. النهاردة هنتكلم عن رغبات الأطفال مقابل رغبات الأهالي، وإزاي بعض الأهالي من غير قصد بيجبروا أولادهم على الرياضة هم مش قابلينها بس عشان شكل جسمهم مثلا. خليني أبدأ بمشهد بنشوفه كل يوم. أم أو أب بيشوفوا الولد طويل، رجليه حلوين، جسمه مناسب، على طول يقرروا سباحة، وكأن طول الجسم يعني نوع الرياضة اتكتبت له خلاص. فعلا يا مدحت عندك حق، والأهل مش بيعملوا كده بأسوأ، لأ، هما بيعملوها وجواهم ده الأحسن لولادنا. يعني هما شايفين إن ده الأحسن لابني أو بنتي، فبتأثر وبتغطي تماما على صوت الولد عايز إيه أو البنت، وبتتحول لوجع. هسألك سؤال يا ماما ليلو، هو في طفل بيصحى من النوم يقول عايز أتمرن 6 أيام في الأسبوع وأشم ريحة كلور الصبح وأرجع مدرستي مبلول؟ لأ طبعا، الطفل أصلا لازم يحب الحاجة اللي بيعملها. يعني الطفل لو حابب يقعد 6 أيام بيتمرن سباحة ويشم كل يوم ريحة الكلور وقبل المدرسة وبعد المدرسة، هيبقى على قلبه زي العسل. هقولك مثال، كان في ولد صغير عنده 7 سنين، مامته بتحبه جدا، بس كانت شايفة فيه البطل اللي ما تحققش في حياتها. كان نفسها تبقى بطلة سباحة وهي صغيرة، لكن الظروف ما سمحتش. لما شافت ابنها بيتمرن كويس في السباحة، قالت لنفسها مش هعيد غلطتي، أنا هجبره إنه يكمل سباحة. لكن الولد كان بيترعش قبل التمرين. هو مش خايف من المدرب، لأ، هو خايف من المايه نفسها. مرة اتزحلق وهو صغير في حمام السباحة، اتخض. الخضة دي فضلت جواه. الأم كانت فاهمة إن الطفل خايف من المدرب، ما سألتش نفسها إيه السبب. وإحنا يا ماما ليلو للأسف عندنا مشكلة إننا مش بنسأل ليه. بنقول للطفل أنت ليه كده؟ شد حيلك بقى. بس لو سألناه أكيد هيفتح قلبه. بالظبط كده. انت عارف ان الأم لما بدأت تفهم السبب، عرفت ان استمرار السباحة كان هيدمر ثقته في نفسه، مش هيبنيها أبدا. أما طبعا بقى لو توأم، دي بقى قصة لوحدها. يا خبر أبيض، التوأم يا مدحت مظلومين. الأهل دايما شايفينهم شبه بعض، فيقولوا إيه، لازم يعملوا نفس الحاجة، وده مش حقيقي. أديلك مثال على توأم، واحد منهم جسمه نشيط والتاني حساس جدا. الأم كانت عايزة الاتنين نفس الرياضة. اللي عنده نشاط كان بيحب يجري ويلعب، التاني يقف ساكت وباصص على الأرض وبيتوتر. وطبعا الأم كانت فاكرة إن هو كسلان، لكن الحقيقة هو طفل حساس بيتوتر من التجمع، وبيخاف من صوت الصفارة، وبيكره حد يبصله وهو بيعمل حاجة. أيوة بالظبط كده. ولما الأم بدأت تفهم ده، دخلت واحد فيهم الرياضة اللي بيحبها، والتاني دخل فريق مسرح. انت عارف يا مدحت، اللي كنا بنقول عليه بيتوتر ده بقى نجم المسرح، لأنه كان المناسب ليه، مش مناسب لجسمه بس لكن لنفسه. خلينا نتكلم بوضوح، مش كل ما الطفل جسمه مناسب للعبة معينة يبقى هو نفسيته وإن هو يبقى اللعبة دي مناسبة ليه. الموهبة مش في عضلاته ولا في جسمه ولا شكل جسمه، الموهبة أكيد بتبقى نفسية الأول، هو حابب يلعب إيه. انت عارف يا مدحت ان ممكن طفل يوقف لعبة معينة عشان جواه أسباب كتيرة، زي خوف مكتوم، ضغط من الأهل، مقارنة بينه وبين أخوه، ودي أخطر حاجة، خجل، أو حتى إنه مش بيحب جو التنافس. وفي كمان طفل يشوف المدرب صوته عالي يقوم يكره الرياضة كلها، وفي طفل بيشوف الأطفال التانيين مثلا إن هم متميزين عنه في اللعبة فهو بيبدأ يتوتر وبيكره اللعبة بسبب كده. والأهل للأسف ساعات بيتعاملوا مع ده كأنه دلع، لكن ده مش دلع، ولكن خطأ جدا إن احنا نمشي ولادنا بالعافية على طريق هم مش مستحملينه. انت عارف في مرة كان في بنت جسمها مرن جدا، وكل ما حد يشوفها يقول دي هتبقى بطلة في السباحة، ومامتها كل ما تشوف فيديوهات وتقول لها ايه، شايفة ده انت شبههم. ولما تيجي تسأل البنت هو انت بتحبي تتمرني سباحة، هي ساعتها قالت لا، انا بحب الرسم، بس قالتها بصوت واطي جدا
علشان هي خايفة تزعل مامتها. وهنا بقى الفرق بين موهبة شكل وموهبة جوه الطفل نفسه. الروح بتكسب يا ماما ليلو أكيد، الجسم لوحده ما يعملش حاجة. احنا كأهالي لازم نلاحظ الطفل بيميل لإيه، طبيعي يلعب إيه من نفسه، اللي هو يعني بيحب يلعب إيه أو هو حابب يلعب إيه اللي يخليه ينسى الوقت وهو بيلعب، وطبعا بيبقى مبسوط وهو بيلعب اللعبة دي. حاولي تهتمي إنك تعرفي ابنك مثلا بيحب يرسم، بنتك بتحب تمثل، ابنك بيحب الجري، ابنك التاني أو بنتك بيحب المية. والكل أب وأم خلي بالكم، طريق واحد مش معناه فشل. مش لازم كل الأطفال يدخلوا سباحة أو كرة قدم، في مليون باب تاني. يا ماما ويا بابا أرجوكم قبل ما تدفعوا أولادكم للرياضة هم مش قادرين عليها اسمعوهم. صوت الطفل لو اتكتم يكبر وهو مش عارف هو مين، لكن لو سمعتوه هيكبر عنده شخصية، عارف نفسه وراضي عن نفسه كمان. بصراحة دي حلقة دسمة ومهمة جدا، وكمان القصص اللي فيها أكيد أغلبها شفناها أو حد مننا شافها في حياته، ونتمنى إن الحلقة دي توصل لكل بيت. استنونا في الحلقة الجاية من ورا كل حدوتة ماما ليلو، وخدوا بالكم دايما من نفسية وتفكير وتكوين شخصية أولادكم، ده أهم من أي رياضة وأهم من 1000 ميدالية وأهم من كل حاجة.